تشييع الفنان رضا طارش والفنان فلاح إبراهيم اليوم من بغداد والديوانية ومن تركيا. مرحبا متابعينا الجديد بالقناة، يخلي لايك واشتراك ويفعل الجرس حتى يوصلك الجديد. طبعا بالبداية إنا لله وإنا إليه راجعون، أتمنى أنه تدعوا لهم وتكتبون الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة. اليوم نقابة الفنانين العراقيين شيعت الفنانين العراقيين كوميديين رضا طارش نجم برنامج حامض حلو، وفنان فلاح إبراهيم مخرج مسرحي عنده أعمال آلاف الأعمال أو مئات الأعمال حتى من نبالغ، وأكثر عمل انشهر به بدور شلش مسلسل بيت الطين، كل الناس حبوه بهالدور الكوميدي اللي هو ما تكلم بيه ولا نطق بيه، بس حبوه كل الشارع العراقي. الله يرحمهم اثنينهم ويجعل مثواهم الجنة. الفنان فلاح إبراهيم توفى بسبب أنه راح يتعالج وعنده مرض وراح يتعالج بتركيا وما قدر يتعالج ورجع. والفنان رضا طارش لحد الآن ناس تقول بسبب أنه سوى تكميم للمعدة وتوفى، وناس ثانية تقول بسبب أنه عنده يعني الله يبعد عنكم الشر المرض الخبيث بالمعدة. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. نتمنى من أهله أبنائه أنه يقولون يعني الشيء الأكيد، الشغلة الأكيدة فعلا بسبب التكميم أو انه هو عنده المرض الخبيث بالمعدة. ما نعرف احنا لحد الان، كل ناس تحكي شكل، بس الفنان او الاعلامي علي الخالدي قال انه بسبب عنده امراض في المعدة. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. طبعا تشوفون الفنانين العراقيين كلهم يبكون مكسور قلبهم عليه. بصراحة ما كنت متوقعة انه هالقد عندهم يعني ناس تحبهم، لانه مو دائما يطلعون بالدور الرئيسي. يعني دائما الفنانين اللي يطلع بالدور الرئيسي هو اللي ينشهر اكثر والناس تروح تصور من يتوفى. بس مثلا الفنان رضا طارش والفنان فلاح إبراهيم مو دائما لهم الأدوار الرئيسية.